خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء. ازيك يا أسامة؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ واحدة من اللي عاشوا في وهم الحب. واحده ايه؟ واحدة من اللي عاشوا في وهم الحب. طب ليه ما نقولش ان عاشوا قصه حب مش مظبوطه او اختاروا غلط او حصلت مشكله؟ لا، واحدة اتضحك عليها. طب احكي لي اتضحك عليكي ازاي؟ الاول كام سنه؟ 20 سنة. اتضحك عليكي ازاي؟ كنت بحب واحد من 3 سنين مهم. وعشت أجمل قصة حب معاه. مهم. عادي، كنا في أوقات بنزعل ونسيب بعض وبعد كده نرجع لبعض عادي، زي اتنين بيحبوا بعض عادي. مهم. آخر مرة من أسبوع سيبنا بعض، جه يكلمني وبيهددني بيقول لي كل اللي كنت بتكلمه معاكي كنت بسجلهولك، كل حاجة كانت بتحصل بينا كنت بسجلها لك، وانا هاجي اسمع اهلك بالكلام ده واعرفهم. ليه يعني ايه اللي يخليه يوصل ان انا اجي اسمع اهلك؟ يعني أنا انتوا ما- اتخانقتوا مع بعض على ايه؟ يعني على حاجة هايفة يعني. هو كده، هو مرة كلم واحدة عليا والتاني ما اتكلمهاش تاني، تبعه وخلاص ورجع لي تاني. بس هو انسان مش كويس. مهم. بس انا معرفتش الا النهارده. ما عرفتيش الا النهارده بعد ما الفاس وقعت في الراس. طب هو كان مسجل لك ايه؟ مش عارفة، بس طبعا الكلام اللي كان بيني وبينه اتنين بقى بيحبوا بعض، فاكيد يعني كلامهم مش زي اتنين صحاب يعني. طيب كان في بينكم وبين بعض حصل علاقه او حاجه؟ اه. العلاقه دي هو مسجلها او مصورها؟ لا، هو بس مسجل الكلام اللي كان بيدور بينا في التليفون. والتليفون كان ممكن تكونوا بتتكلموا عن العلاقه دي عادي جدا. اه. فبالتالي يعني هو يعني انا خبطت معاه في الكلام كتير في التليفون، مهم. بس ما عرفت ان هو كان بيسجل لي، ما عرفت ان هو يطلع كده اساسا. مهم. طب وصلتوا لايه دلوقتي لما شفت الانسان ده على حقيقته وعرفتي ان هو قد ايه انسان مش محترم؟ وصلتوا لايه؟ انا لما قالوا لي انا ما صدقت، حتى هو لما قال لي بنفسه ما صدقت. مهم. وجه صاحبه اتكلم معايا وقال لي ان هو سجل لك وكده، حتى قال لي على الكلام اللي كان بيدور بينا. طب هو طالب ايه منك دلوقتي؟ هو انا مش عارفه، هو في الاول قال لي انا عايزه ارجع لك، وبعد كده لقيته بيبتزني بالكلام ده، ولسه رن عليا النهارده وبيقول لي انا كلمت اخوك في التليفون وهكلمه تاني وهقول له على اللي كان بيحصل بينا. مهم. انا اللي مستغربه له ان انا كنت ببقى معاه لوحدينا في اماكن ما فيهاش حد، بس عمره ما حاول يأذيني. مهم. هو ده اللي انا مستغربه له. لا ما تستغربيش قوي، لان ممكن تكون دي اخلاقه ودي تربيته ودي بيئته ودي تصرفاته، وان هو يعني كان بياخد منك فلوس. لا. طيب بصي، مش هقول لك غير انك انت لازم تتكلمي مع الولد ده تاني، مع انك مش مفروض تتكلمي معاه بس مضطره تتكلمي معاه. مضطره تتكلمي معاه وتقولي له يعني احنا كان في بينا عشره وعيش وملح وحياه، مهما حصل بينا من مشاكل ما كنتش اتصور منك اساسا انك ممكن تعمل كده، انك ممكن تسجل لي اساسا وانك تروح تفضحني. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده، ربنا قال الستر، الستر مش الفضيحه. وكما تدين تدان. ولو مش فيك ممكن يبقى في اختك، في مراتك، في بنتك، في دنيتك، في حد. يبقى حرام يا ابن الناس، طالما عرفنا بعض بالمعروف وسيبنا بعض بالمعروف، يبقى اللي انت بتعمله ده انت يعني بتغلط غلطه كبيره جدا، مش بس في حقي، في حق نفسك وقدام ربنا سبحانه وتعالى. انا هسيب نفسك لضميرك وهسيب نفسك لربنا، ومش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وسيبيه وامشي، ومفيش قدامي غير حاجه زي كده. وعايز اقول لك حاجه تاني، صلي وقول يا رب عديني من الازمه دي، عديني منها على خير، وربنا قادر يستر ويعدي. هو ليه بدل الطريقه مليون طريقه، وبدل الفكر 100 فكر.